انا راجل مش قادر اقول لك مستر كولر شايف شغله ليه. ليه مش قادر اقول لك مستر كولر شايف شغله؟ لان امبارح ما كانش فيه بصمه واضحه في الملعب، ما كانش فيه جمل تكتيكيه، ما كانش فيه اختراق من العمق، ما كانش فيه لعب على الاجناب. النادي الاهلي ما حضرش امبارح، ومستر كولر واقف على الخط مش عارف يقرا المباراه، مش عارف يقرا المباراه. الراجل مش مركز، الراجل مركز مع الاعلام، مع السوشيال ميديا بتاعه النادي الاهلي، مع الناس بتقول ايه. طلع قال لك اصل رضا سليم. يا عم ما تردش وخليك في الملعب، ركز في الملعب، اكسب وما تعب. انا بقول لك اهو، انا واحد من جمهور النادي الاهلي، طول ما بتكسب ما حدش هيتكلم عن اي مشاكل وعن اي اخطاء في النادي الاهلي. خسرت، البقره بتكتر سكاكينها، البقره بتكتر سكاكينها، البقره لما بتقع بتكتر سكاكينها. وبعدين انا النادي الاهلي ما يليقش بيا ابدا 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 ان اقعد تلت ساعه امبارح ما فيش تسديده على المرمى يا جدع. تلت ساعه امبارح كهربا قاعد بيعمل ايه في النادي الاهلي؟ كهربا اللي تالق المباراه الاخيره امام استاد ابيجان واحرز هدفين ولا اروع، ما فيش احلى ولا اجمل من كده. ولكن وبعدين هنمشي على سطر وهنسيب سطر. النادي الاهلي ما كانش حاضر امبارح، ما كانش ليه اي وجود امبارح تماما في المباراه، ما كانش ليه اي وجود. لكن برضه عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، مستر كولر زي ما انا بنتقده لازم اقول الراجل ده ليه وجهه نظر، لازم اقول الراجل ده وجهه نظر. يعني انا بتخانق مع كولر دايما عشان رضا سليم وبقول موهبه كبيره. طب ما ده رضا سليم لما بينزل ما بيلعبش. بقول قفشه ما يقعدش بديل في النادي الاهلي، وده مستوى قفشه لما بينزل من بدايه المباراه. مش هو قفشه اللي احنا متعودين عليه البديل الذهبي للنادي الاهلي. فبرضه الراجل عنده وجهه نظر، ولكن انا عايز مستر كولر محتاج شغل كبير جدا 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 جدا. مستر كولر الفتره اللي جايه عندنا مشاكل في الدفاع، عندنا مشاكل في خط الوسط، عندنا مشاكل في الهجوم. والكابتن محمد رمضان اللي جاي لكم النهارده بمفاجاه مدويه، خبر من العيار الثقيل عن محمد رمضان مدير الكوره في النادي الاهلي، خبر من العيار الثقيل عن مدير الكوره في النادي الاهلي، وخبر عن رضا سليم كمان يا جماعه. لكن انت محتاج شغل فني كبير جدا جدا جدا، والا هنصحى على كارثه، والا هنفوق على كارثه. محتاج كل لاعب في النادي الاهلي، محتاج كل لاعب في النادي الاهلي. لو ما فقتش هنصحى على كارثه كبيره في مباراه اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، وفي مباراه الانتر كونتيننتال ان شاء الله رب العالمين. لكن انا واثق من عوده النادي الاهلي. عايزين فايلر. اوه فكرتني بالحاجات الحلوه يا اخي، فكرتني بالحاجات الحلوه. عايزين فايلر مدرب كبير، كان مدرب كبير جدا 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 جدا، وكان بيخلص اتخن ماتش في تلت ساعه. تلت ساعه كنت تلاقي النادي الاهلي نازل تيخ طخ طخ طخ، رازع الفريق اللي قدامه 3-4-0. كل الناس تعمل لايك يا جماعه، اللي بيحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام يعمل لايك عشان نعلى بالريتش بتاع اللايف ده ونوصله لكل جمهور النادي الاهلي. النبي تبسم في وجه من يصلى عليه، خلي بالك ما تصلى على النبي. النبي تبسم في وجه من يصلى عليه عليه الصلاه والسلام. رينيه فايلر كان مدرب عظيم جدا 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 جدا، وكان بيعمل شغل تكتيكي عالي جدا مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي. اوه النهارده الزمالك وغزل المحله يا جماعه. اللي عايز يستمتع بالكوره وحلاوتها، اللي عايز يستمتع بالكوره ومتعتها، المباريات الجماهيريه يا جماعه. دايما بشدد وبقول الكوره للجمهور. اللي عايز يتفرج النهارده على الكوره وحلاوتها وعلى الكوره ومتعتها يتفرج ويشوف المحله منين يا سمنودي. المحله طبعا 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 احد الفرق الجماهيريه. النهارده هتكون مباراه ولا اروع على ملعب غزل المحله الجديد، اللي طبعا اعاد تجديده واعاد الاصلاحات فيه وعملوا مدرجات جميله. والنهارده جمهور غزل المحله هيكون بالالاف ورا غزل المحله امام نادي الزمالك في مواجهه ناريه ومواجهه صعبه جدا 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 على ابناء المحله الكبرى. الكل منتظر بشغف كبير مباراه نادي الزمالك امام نادي غزل المحله. المباراه هتكون الساعه 8 على ما اعتقد، عشان انا بقى راجل اهلاوي. المباراه هتكون الساعه 8، مش متاكد من الميعاد، ولكن اعتقد ميعاد مباراه الزمالك وغزل المحله هتكون الساعه 8 مساء ان شاء الله رب العالمين. مباراه مهمه، مباراه قويه بتجمع ما بين
الفارس الابيض، مدرسه الفن والهندسه، ونادي غزل المحله.